كل يوم بيبتدي يومنا وبيخلص كله توفير. النهارده اليوم بتاعنا اقتصادي، وازاي توفري من مصروف البيت الفطار اقتصادي وكمان الغدا. يلا بينا نبدأ الفيديو. انا دعاء ودي قناتي. لو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناة وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي. يلا بينا يا امارات نشوف يومنا النهاردة. والدروس بدأت يا بنات، وخلاص بقى ادب المفروض بقى نبتدي نظبط نومنا علشان الاولاد كمان تظبط نومها معانا ويبتدوا يفوقوا لمدارسهم ودروسهم عشان المدارس خلاص قربت. اكتبي لي كده في الكومنتات المدارس يا ترى امتى. انا كنت سألت المستر قال لي 28/9 او 29/9 بس مش متأكدة بصراحة. اكتبي لي كده في الكومنتات لو في مثلا ايه ميعاد تاني. المهم كده صباحكم زي الورد، صباحكم زي الفل. فطرنا الاول، شربت قهوتي الجميله، حضرت لهم فطار اقتصادي جدا. دي يا بنات بيضه واحده بس، وده كان رغيفين عيش كان في الفريزر، طلعته قمرته وقطعتهم كده انصاص. كان عندي كمان جبنه رودس دي او رودس كان فيها حبه، فقلت خلاص اعمل لهم كده سندوتشات يفطروا على طول. بصي انا بقدم لك الحاجه كلها بصي في متناول الايد اللي هي ايه. تعالي نشوف الاول اشترينا ايه ونرجع مع بعض تاني. تعالى اقول لك جبت ايه كده سريعا. انا كنت في السوق فلقيت عطار فاتح جديد، فعنده كيلو الرز ب20 جنيه. فهماني انا هنا عندي مثلا ب22 ب23 ب24، بس اول مره الاقي مثلا ايه كيلو الرز ب20. تمام. وكان بيقول للست اللي هي اللي واقفه كانت بتشتري منه، كان بيقول لها يومين وهينزل تاني ايه سعر الرز ل 18 جنيه، اللي هو الرز اللي عنده. قال لها خدي وجربي وحلو على ضمانتي، ولو مش حلو ايه تعالي رجعيهولي. فانا قلت خلاص لما اجيب ايه كيلو ونص، كل نص لوحده، بحيث ان انا مثلا هجرب نص كيلو. تمام. لقيته مش حلو هرجع له الاثنين، ده انا عارفه اروح افضحه هناك. فانا جبت كيلو ونص ب30 جنيه. جبت كمان كيس الباميه دي، باميه اسمها باميه فاين اهي. انا بجيب بسمه على طول، ساعات بتبقى ب20 وساعات بتبقى ب25. تمام. انا بصراحه افتكرت بسمه فاين الباميه فاين اغلى من بسمه، فاهماني؟ فانا قلت ايه اساله بكام، قال لي ب18. يعني كيس الباميه ده ب18 جنيه. يعني النهارده وفرت ايه، قول يا ستي وفرت 2 جنيه ولا 7 جنيه هنا وهنا، وفرت برضو. يلا اي حاجه بنلاقيها في السوق بنوفرها وخلاص. تعالي بقى نشوف النهارده هنعمل غدا ايه اقتصادي وهيوفر معانا كتير. بس يلا بقى ما تنسيش اللايك والاشتراك. يلا بينا. رجعنا تاني مع بعض زي ما احنا قلنا مع بعض كده في متناول الايد. يعني ما بدكيش حاجه اللي هي ايه اشتري حاجات كتير او كلفي فطار او كلفي عشاء، لا بيبقى فطارنا عشان كله اقتصادي كده وعلى قد الايد. المهم يا بنات كنت جايبه ب10 جنيه عدس بجبه، وكمان كنت جايبه ب10 جنيه من الحمص. طبعا الحاجات دي يا بنات كانت من بالليل، طلعتهم غسلتهم كويس قوي علشان انا بنقع الحاجات بتاعتي دي من بالليل، فهماني؟ يعني انا ببتدي اغسل العدس واخليه مثلا في حله او في طبق، وكمان الحمص بغسله كويس قوي وبنقعه كمان. بيتنقعوا قد ايه يا دودو؟ بنقعهم 12 10 ساعات، ممكن 6 ساعات عادي، بس انا بحب ان انا انقعهم من بالليل للصبح بحيث ان ايه العدس بتاعي ما بعوزش ان انا اسلقه ولا اي حاجه خالص. هو الحمص بس. بصي اللهم بارك، بتبقى الحمصيه كده الحمصايه كبرت كده، وببتدي ان انا اسلقها، اغسل الميه بتاعتها. يعني انا بدلق الميه المنقوع فيها وببتدي ان انا احط ميه نظيفه واخليها على النار عليها حبه من الكمون ويتسلق معايا الحمص بتاعي. طبعا كان بدري فانا سلقت الحمص الاول وقلت اعمل بقى بقيه الاكل على مهلي. دول يا بنات كنت جايبه نص كيلو من مكرونه الكشري على بعض، كانت ب11 جنيه. تمام. يعني انا بجيب نص كيلو المكرونه على بعض، بقول له ايه انا عايزه نص كيلو مكرونه كشري اللي هي الاسباجيتي والصغيره قوي، فبيوزن لي بقى النص كيلو على بعضها، وببتدي ان انا اعمل الاكله بتاعتي. ما بجيبش ده لوحده وده لوحده، بسلقهم الاتنين مع بعض. لو انا جايباهم مش من نفس الراجل او مش من نفس النوع بسلق دي لوحدها ودي لوحدها. المهم حطيت كده الميه بتاعتي على النار، لازم الحله بتاعتك تبقى واسعه عشان تاخد راحتها. جبت حله تاني وحطيت فيها حبه من الزيت عشان نعمل احلى صلصه للكشري بتاعنا. هقولك ازاي بقى الكشري بتاعك يطلع حلو قوي ورز الكشري كده يطلع مفلفل وجميل. بعد ما نزلنا بالزيت بتاعنا تقدري تعمليها بسمنه براحتك خالص.
نص معلقه كده من التوم، حبه توم صغيرين خالص. هقلب كويس قوي لغايه ما لونه يحمر معايا او لونه يدبل، انا مش عايزاه يتحمر. حبه صغيره. وهيبتدي بقى معايا الخل بتاعي مجهزاه جنبي، كمان ضربه الطماطم في الخلاط ومجهزاها جنبي، كل حاجه تبقى جاهزه جنبك. هبتدي كده انزل بحبه من الخل، هتسمعي بقى الطشطشه والريحه الجميله، الله على الريحه. وبعد كده حبه صغيره خالص وبنزل بالطماطم بتاعتي وببتدي اتبلها. صلصه الكشري من الحاجات اللي بتغير لك طعم الكشري خالص. حبه من الملح، حبه من الفلفل الاسود، حبه كمان من البابريكا، وحبه من الكمون، بيودولك الكشري في حته تانية خالص. وصلصه الكشري كمان، الصلصه بتاعتي لما تبتدي تغلي معايا حبه صغيره ببتدي انزل عليها بمعلقه من السكر. المكرونه بتاعتي بقلب فيها تقلبتين تلاتة، واما تستوي بنزل بالمكرونه في المصفى واشطفها كويس قوي واتاكد انها اتصفت تمام. اول ما تتصفى المكرونه بتاعتي برجع ارجعها تاني في الحله، وبعد ما ارجعها في الحله بحط عليها ايه؟ بحط عليها حبه من الملح وحبه من الزيت صغيرين خالص. ادي معلقه السكر اللي انا قلتلك عليها، اللي ببتدي انزل بيها على صلصه الكشري بتاعتي، وبسيبها كده تتسبك، تتقل سيكه، مش تتقل قوي، تتقل بس حبه صغيره. والمكرونه بتاعتي بعد ما انا بقى نزلت عليها بالملح والحبه من الزيت علشان يفلفلوها، تعالي بقى نعمل الرز بتاعنا. هجيب حله كده على النار عليها حبه من الزيت، وهنزل ببصلتين كبار او بصله واحده كبيره قوي. هقلب كويس قوي، انا عايزه البصله بتاعتي تتحمر مش تتحرق، تتحمر بس، هي دي اللي بتدي طعم او لون الكشري بتاعك. لو انت البصله بتاعتك ما اتحمرتش فالرز الكشري هيطلع لونه ابيض ومش حلو خالص. في المرحله دي بقى خدت حبه بصل كده حلوين، علشان احنا بنحب البصل على الكشري الامر. تقدري تزودي في حبه البصل اللي انت بتاخديهم على جنب. هنزل بقى بالميه بتاعتي بعد ما البصل بتاعي اتحمر كويس قوي، وهننزل نتبل الرز بتاعنا. حبه من الملح، حبه من الفلفل الاسود، معلقه من القرفة مهمة جدا جدا، ورشة من الكمون. معلقة القرفة بتوديلك الرز في حتة تانية بجد، بيبقى حلو وطعمه تحفة. يعني رز الكشري، رز السمك، لما بتحطي عليه حبة من القرفة اكنك جايباه من بره بالظبط. هتبتدي الميه بتاعتي كده تغلي. العدس بتاعي غسلته كويس قوي ونزلت بقى بالعدس على الميه بتاعتي. الرز بتاعي كمان مغسول ومتصفي، هنزل بقى بالرز بتاعي. كنت جايبه قد ايه عدس؟ كنت جايبه ب10 جنيه عدس، قسمته نصين، ما خدتش ب10 جنيه كله، لان العدس بيتضاعف لما انتي تبتدي ان انتي تنقعيه في ميه قبليها بيوم. انا باخد نصه بس، يعني انا عملوا معايا كوبايتين ونص، باخد كوبايه وربع كده من العدس. الرز طبعا حسب الرغبه بحط نص كيلو من الرز. هبتدي بقى اقلب كويس قوي الرز بتاعي، مش عايز اي حاجه تاني. هقلب كويس قوي وابتدي اغطي عليه ويغلي غلوتين تلاتة، وهدي عليه النار واخلي الشياطه تحته. بصي بقى ريحته، والبصل طلع من فوق وقرب يستوي ويطلع مفلفل وجميل قوي. ادي رز الكشري بتاعنا بعد خلاص ما استوى. البصل بتاعي كمان اهو، بصي لازم تفرفريه كده، يعني ما تخليهوش متغطي او فوق بعضه عشان يبقى مقرمش. لو انت غطيتيه هيبقى طري وهيبقى طعمه وحش خالص، مش هيبقى حلو. كنت انا بقى مجهزه كل حاجه خلاص، كل حاجه خلصت معايا، كل حاجه خلاص استوت. ما خدش مني نص ساعه، لان انا نقع الحاجه من امبارح. كنت كمان ضربه الطماطم اول ما صحيت من النوم، فظبطت كل حاجه جنبي، والبصل كمان كنت ضرباه في الكبه، فكل حاجه متظبطه بدري بدري. غرفنا الكشري بتاعنا. بصي بقى الجمال والقمر، احلى كشري في الدنيا كلها. لو جبتي الطبق القمر ده من اي محل كشري هيبقى كام؟ بصي بقى، حطيت الكشري بحبه بصل، بحبه الحمص، بليمونه، بالصلصه بتاعتي بقى، حطي عليها حبه شطه، والله على الجمال. بصراحه انا جعت تاني وانا بصور الفيديو. الكشري من الاكلات الاقتصاديه الحلوه المغذيه اللي مفيش حد ما بيحبهاش يا امارات. قعدنا بقى اتغدينا الكشري القمر بتاعنا ده، واللي عايز يعصر ليمون يعصر، اللي عايز شطه براحتك خالص تقدري تعملي دقه، بس انا بستبدل الدقه بالليمون، فهماني؟ ساعات كتير بعمل دقه بس ساعات بنسى بقى او بكسل، او بصراحه بيبقوا الاولاد مستعجلين على الاكل فمش لسه هيستنوا الدقه بتاعتي.
اتغدينا خلاص وخلصنا الجمال ده كله. هنا بقى يا بنات كان النسكافيه اللي ابني حبيبي بيعمله. بيحب يعمل النسكافيه ساقع كده، بيحب يعمل ليه فوم بيحطه في الازازه وبيرجه ويحط عليه السكر والميه واللبن. بيفرح قوي لما بيعمله. انا بسيبه براحته خالص يعمل النسكافيه بتاعه علشان يشربه. بصي انا قلت له هصوره لك وانزله لك، هو كان مبسوط بصراحه وفرحان. حتى هو اللي صور المقطع بتاع النسكافيه ده. يومنا النهارده كان اقتصادي وحلو جدا. لو عجبك الفيديو وعجبتك بقى القناه، ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي. واسيبكم في حفظ الله. باي باي يا احلى امارات في الدنيا كلها. مع السلامه.